السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ودكم بخير. النهارده جبت لكم تحديث نسخة انستجرام الجديدة. تمام. النسخة دي فيها مميزات جامدة جدا. تابع معايا عشان تعرف المميزات بتاعتها. تمام. ولاحظ معايا ان الشكل دوت هيتغير، لا يكون اللي بره دي تتغير، وعشان تعرف ازاي تغيرها وتخليها اي شكل اللي انت عايزه تابع معايا للاخر عشان تعرف. وما تنساش اللايك والاشتراك عشان تعرف تحمل اللينك من مباشر. تمام. يعني اهم حاجه تعمل لايك واشتراك عشان تعرف تحمل، ولو في اي مشكله كلمني وانا اقول لك ازاي تحمل. تمام. هنخش بقى شرح على طيب. مبدئيا كده النسخه دي بتنزل بجنب بتاعه المتجر، يعني نسخه الانستجرام دي بتنزل جنب المتجر. تمام. مش بتنزل على المتجر اللي عندك. حلو. فانت لو عايز تسجل ايميلك بتاع الفيس، تمام، او انت لو عارفه، بتجيب الاسم بتاعك من لسه الاصلي بتاعك اللي شغال، بتجيب الاسم دوت وتحطه في اسم المستخدم. بالنسبة لكلمة المرور تشوف انت عامل الباسورد بتاعه ايه. حلو. تجرب باسورد الفيس او باسورد الجيميل بتاع جوجل. حلو الكلام. ولا انت مش عارف، حاول تخش من الاعدادات وتعمل تغيير كلمة سر. تمام. هيتغير معاك. طيب مبدئيا كده هتدوس على الثلاث شروط اللي فوق كده. طبعا عندك دي كده الشكل الاصلي بتاعها. تمام. بقى تخش على اضافات الانستجرام مش عاوزك كبير. حلو. عندك حاجات هنا. اول حاجه عندك في تطبيقات مش عاوزك كبير، حاطط لك 5 نسخ بتوعي بلينكات مباشره تقدر تنزلهم من غير باسورد ومن غير فلوس، مجانا. تمام. 5 نسخ حلوين، وقناه اليوتيوب بتاعت الاخيره تقدر تخش تتفرج على 5 نسخ. حلو كده. تخش على شاشه الدردشه، تقدر تحط خلفيه لكل شات اللي انت عايزه، تحط خلفيه مختلفه في كل شات. حلو كده. تمام. وتغير كمان الايقونه بتاعت الواتس اللي لسه من بره. ونخش على الخصوصيه بقى اللي بقول لك عليها، اللي هو اخفاء عرض القصص. تمام. اخفاء عرض القصص دي لو انت شفت ستوري وجيت شفت الستوري بتاع اي حد، مش هيظهر عنده اللي انت شفت الحاله بتاعته. حلو كده. طبعا مميزات تانية كتير زي ما انت شايف، وتعديل تحليلات. تمام. بعد كده نخش على التعزيز. عندك ازاله حدوث السوداء في القصص، بتبقى فيه كده حاجات فيها سوداء بتقدر تشيلها ولا تقص القصص. تمام. وتحسين الجودة وزيادة عدد مدة القصص، بدل مثلا 15 ثانية بتلاقيها في 30 ثانية. تمام. هوريلك دلوقتي اهي اعداد خلال القصة اهي، بدل 15 ثانية تقدر تنزل الستوري الى 60 ثانية وتعلي الجودة بتاعتها واللي انت عايزه. كمان تقدر تطلع مباشر، بس مباشر بصوت وصورة، وحاجة عظمة جدا. ممكن تطلع بصوت بس، ممكن تطلع بصورة بس. تمام. طيب ونخش على المميزات الخاصة. تقدر تعمل تعديلات القصص. يعني ايه تعديلات؟ يعني انت تخفي الستوري كلها من فوق بدل ما تبقى ظاهرة. طبعا عطل الاعلانات، متنزلش كل شوية يجيلك اعلانات، يعني برضو مميزات حلوة جدا. تمام. وعندك ابداء واجهة المستخدم. تمام. برضو ديت حاجة حلوة جدا. وعندك قفل التطبيق، تقدر تقفل الباسورد برمز BIN، او تعمل ببصمة او بنمط. تمام. طيب. وعندك بقى يا معلم هنا اعدادات التنزيلات، تقدر تحدد التنزيلات اللي انت عايزها. بيبقى عندك سامي كده في القصة او في البوستس اللي عند النازلة، تقدر تدوس تعمل تنزيل وتنزل معاك على طول. حاجة عظمة جدا بصراحة. عندك بقى في الاعدادات العامة اللي انت تقدر تغير الالوان بتاعت الانستا، تقدر تغير ايقونة التطبيق. وكمان تقدر تغير الخط. عندك كمان خطوط ايفون، حاجة عظمة جدا. يعني الانستجرام فيها مميزات جامدة جدا. تقدر تغير اللون بتاعته. تمام. مثلا نختار اصفر داجن. تمام. وبعد كده تقوم عامل اعادة تشغيل. طبعا ده بعد ما غيرنا اللون بزرار واحد تقدر تغير اللون اللي انت عايزه. عايز تغير لون تاني بتخش على الثلاث شروط دول. تمام. بعد كده تخش على اضافات انستجرام، وتنزل تحت على الاعدادات العامة. تقدر تختار اللون اللي انت عايزه او اي لون. برضو لون احمر فاتح، احمر فاتح داجن، ووردي غامق، وردي فاتح، بنفسجي، والالوان كلها اللي انت عايزها. تمام. حلو كده. وبرضو اللون الاحمر الجميل جدا بصراحة، تدوس عليه وتعمل اعادة تشغيل. وزي ما انت شايف كده الالوان بتتغير معايا، ومميزات حلوة جدا، والنسخة خفيفة على الجهاز، مش بتعاني ولا بيحصل في اي حاجة. تمام. متنساش بقى اللايك بتاعك والشير والاشتراك. بس شكرا.